رسمياً، الاتحاد الأوروبي يغلق الباب في وجه سماسرة فيزا شنغن الرقمية بدون موعد، بدون مكاتب وبدون وسيط. الخبر اللي تم تداوله بصفة كبيرة في اليومين الماضيين. هل الجزائريين معنيين بهذا القرار وقتاش التطبيق الفعلي دياله؟ وكيفاش راح تكون الإجراءات تبعه معانا لمعرفة تفاصيل أكثر؟ يوم 21 من أكتوبر أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اعتماد نظام التأشيرة الرقمية الموحد في خطوة تعد تحولاً جذرياً نحو رقمنة إجراءات الحصول على تأشيرة شنغن. وبموجب النظام الجديد، سيتمكن الراغبون في السفر إلى دول منطقة شنغن من تقديم الطلبات، دفع الرسوم، وتتبع مراحل المعالجة إلكترونياً، مع إلغاء الملصق الورقي التقليدي الذي كان يثبت داخل جواز السفر. ويشمل القرار 23 دولة من الاتحاد الأوروبي الأعضاء في منطقة شنغن، إضافة إلى سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين. ومن المرتقب أن يدخل النظام الرقمي الجديد حيز التنفيذ بعد 3 أسابيع من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ليصبح التقديم الإلكتروني السبيل الوحيد للحصول على تأشيرة شنغن مستقبلاً. شكون هما الفئة الأولى المعنية بهذا القرار؟ وهل كل الجزائريين معنيين به؟ هنا لازم نوضح نقطة أنه التطبيق الأول راح يبدأ بكل المقيمين في دول الخليج، آسيا وبعض دول أمريكا، ليتم تعميمها فيما بعد على دول من المغرب العربي وباقي الدول اللي ما زال ما استفادت من هذا الإجراء. ومن هنا نفهم أنه كل جزائري عنده إقامة في أحد دول الخليج العربي أو آسيا أو أمريكياً سيتمكن من الحصول على الفيزا شنغن الرقمية فور إطلاق الخدمة. وبهذا نكون قدمنا لكم كل النفاصيل المتاحة لحد الساعة. ما تنساوش تدعمونا بلايك كومنت والاشتراك معانا باش يلحقكم كل جديد. سلام.